ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ريمو ولاء من قناه يوميات ريمو ولولو. لولو عامله ايه النهارده؟ تمام الحمد لله. انا جايلك مخصوص بقى ليه؟ قولي لي ليه. لان انت في الفيديو بتاع رميساء قلتي ان عنده مشكله في الطاسه بتاعته وما كانتش بتلزق وبقت بتلزق وحاجات كده بتلزق. الاكل بيلزق فيها. مش بتلزق خالص. الاكل بيلزق فيها كده. أيوة. كده صح يا لولو؟ بيلزقها. يعني جيتي تعملي كريب لزق من الطاسه ما رضاش يتقلب، جيتي تعملي اومليت ما رضاش يتزحلق كده بسهوله، بقى بيلزق. طيب انا دلوقتي عندي طاسه بتاعت أيوة. الكريب بتاعتي كانت شغاله جميله وكويسه جدا، وفجاه خلاص ما يعني بقت بتلزق. ايوه. الاكل بيلزق فيها. تمام. عايزاكي بقى تورينا النهارده ازاي بقى هنرجع الطاسه التيفال تمام زي الاول واحسن كمان، يعني تمام. احسن من المصنع. قبل ما نبتدي معاكم ونقول اي حاجه، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك يا ريت ويفعل الجرس. هنكون مبسوطين جدا بيكم ومستنيين اللايكات بتاعتكم وتعليقاتكم، واللي يجرب الحاجه اللي احنا بنعملها يا ريت يبعت يفرحنا ويقول لنا ان هو جربها وفعلا نجحت معاه. يلا بنولع عليها النار ونحط لها شويه ملح. كميه ملح كده على نار عادي عاليه بالمنظر ده، وكل شويه نحركها بس بالشكل ده. هتسيبيها دلوقتي الملح هيبدا يتغير لونه واحده واحده، وكل ما يبدا يتغير لونه نقلب تاني، كل ما يبدا يتغير لونه نقلب تاني، وبعديها هوريكم هنعمل فيها ايه. اهو قلبنا الملح من جميع النواحي كده ونزلناه على كل الجناب كده، بقاله بتاع حوالي 3-4 دقايق يعني. اهو بدأت ريحته تطلع وشكله يتغير. هو بدأ لون الملح كده يتغير شوية. هي بتاخد وقت شويه بس النتيجه في الاخر كويسه قوي. بس انتي تحاولي تقلبيها كده وتجيبيها كده كلها على الجناب اهي. بصي شايفه الاجزاء اللي اهو، بصي الاجزاء اللي مش لازق فيها الملح دي اهي، لما بتيجي تعمليه كده اهو بصي اهي، بصي كمان ريحته بدأت تطلع جامد اهو. كده خلاص تمام. بصوا بدأ لونه يغمق ازاي. نطفي عليها اهو. على فكره ما ترموش الملح دوت، ممكن تستعملوه في حاجات تانية. وفوطه نظيفه مبلوله ميه نمسحه كده عادي، تشطفيه تحت الميه برضو عادي. ودي كده بقت بالشكل النهائي بعد ما مسحناها وخلصناها وبقت تمام. هنجربها معاكم عملي في حلقات جايه كتير. يا ريت الطريقه تكون عجبتكم، وعلى فكره هي مجربه، وانتوا زي ما اتفقنا معاكم قبل كده ان احنا بنعمل الحاجه الاول وبعد كده بنقدمها لكم عن تجربه، يعني ما ينفعش نعمل لكم حاجه واحنا مش مجربينها. وبالطريقه دي احنا كده عملنا اعاده ضبط المصنع للطاسه. نشوفكم في حلقات جايه كتير ان شاء الله. استنونا دايما، ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا نشوفكم على خير. هتوحشونا الحلقه الجايه. يلا رعايه الله. باي باي. باي.